الساعات الأخيرة قبل نفاذ الأكسجين في الغواصة المفقودة. أنا طلال الأزهر يقدم لك هذا التقرير. لمزيد من المواضيع تابعني على الأصفر. السلام عليكم. في سالفة معقدة وغامضة في الأيام هذه قاعدة تدور في الإعلام عن قصة غواصة تم فقدان الاتصال فيها. بختصر لك إياها في هذا الفيديو باختصار. السالفة وما فيها: هذه الغواصة اسمها تيتان، تابعة لأحد الشركات التجارية اللي متخصصة في مجال الاستكشاف والغواصات والسفن. هذه الغواصة اللي اسمها تيتان مهمتها تروح تستكشف سفينة تيتانيك اللي غرقت قبل 100 سنة. الغواصة هذه سياحية ورحلاتها غالية جدا، تصل إلى 80 ألف جنيه استرليني بحسب موقع سكاي نيوز عربية. وعلى متنها 5 أشخاص كلهم أثرياء. طبعا ما في أي أحد يطلع على رحلة يعني قرابة 400 ألف ريال تذكرتها. فطلعوا هذول ال5 أشخاص يوم الأحد وتم فقدان الاتصال فيهم، وبدأت رحلة البحث عن هذه الغواصة. الغواصة هذه تنزل إلى 4000 متر، وحطام سفينة تيتانيك موجود على مستوى عمق 3200 متر. المشكلة أنه تم فقدان الاتصال بالغواصة بعد وصولها لموقع حطام التيتانيك. سيناريوهات كثيرة متوقعة لنهاية هذه الغواصة، منها اللي قالوا اشتبكت مع حطام السفينة وعلقت فيها وفقدوا الاتصال فيها، واللي يقول تم انفجارها، واللي يقول حريق هائل شب في الغواصة. خليني أقول لك باختصار: الغواصة ما فيها مقاعد، 5 أشخاص يجلسوا ملتفين وجالسين بدون أحذية، وما فيها الله يعزكم إلا مرحاض واحد وستارة تغطي. عمليات البحث بدأت على نطاق واسع باشتراك أمريكي، كندي، فرنسي، حتى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه بتكثيف البحث. أعلن فريق الإنقاذ يوم الأحد بداية عمليات الإنقاذ أنه أمام الغواصة من نسبة الأكسجين 4 أيام، يعني اليوم الأربعاء يتبقى أقل من 24 ساعة على نفاذ الأكسجين. المصيبة في هذه الغواصة أنها محكمة الإغلاق من الخارج، يعني ما في أحد يقدر يخرج من الداخل ويفتح الغواصة. اللحظات الحاسمة والصعبة في الساعات القادمة، نتابع ونشوف ايش يصير.